احتفالنا النهارده بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية 16 أكتوبر. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وكل سنة وشعب إسماعيلية ومصر طيب وبخير. وفي الحقيقة احنا يوم 16 أكتوبر دي بنتذكر تلاحم فئات كل الشعب في الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي وقيام ثورة كبيرة جدا، ودي كانت الشعلة اللي انطلقت بعديها ثورة يوليو. كل المعلومات دي هنعرفها النهاردة من خلال لقائنا بالأستاذ أحمد فيصل المؤلف والكاتب الكبير. أهلا بيك يا أستاذ أحمد، وكل سنة وحضرتك طيب وبخير. طيبة، والشعب المصري والشعب الإسماعيلي كله بخير. طب أنا عايزة أعرف حاجة قبل ما نتكلم عن يوم 16 أكتوبر بالتحديد. دلوقتي إحنا من فترة كان العيد القومي للإسماعيلية 25 يناير، وبعدين بعد كده بقى 16 أكتوبر، وبعدين رجع 25 يناير تاني، وبعدين رجع 16 أكتوبر. فاحنا غيرنا تاريخ العيد القومي أكتر من مرة بالنسبة للإسماعيلية. ليه؟ في البداية بس خليني أعزي إخواننا في فلسطين، الشعب الفلسطيني، بنقدم لهم خالص العزاء على عدد الشهداء الكبير اللي حصل نتيجة العدوان الغاشم من الكيان الصهيوني. هو العيد القومي للإسماعيلية في البداية ما كانش فيه عيد قومي للإسماعيلية. مع بداية تأسيس المحافظة كان العيد القومي للإسماعيلية مع احتفالات الثورة، احتفالات ثورة 52. لحد سنة 64 ما كانش فيه عيد قومي للإسماعيلية خالص، كان كل الاحتفال مع أعياد الثورة. جه في 64 عملوه 17 أكتوبر وليس 16 أكتوبر. ليه بقى 17 أكتوبر؟ ليه؟ ما حددوا ثاني يوم، ما حددوش أول يوم. أنا ما أعرفش إيه الحكمة اللي هم عملوه 17 أكتوبر. بعد كده عدد من أبناء الإسماعيلية قال لهم لا، ما 17 أكتوبر ما ينفعش، فغيروا العيد القومي ل 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة. قعد العيد القومي من سنة 65 لحد سنة 70 وهو 25 يناير، وللأسف كان بيقام الاحتفال في القاهرة. يعني الإسماعيلية ما لهاش أي علاقة بالاحتفال. لحد سنة 70 غيروا العيد القومي بقى 16 أكتوبر، رجعوه تاني 16 أكتوبر. قعد برضه 4 سنين، في 75 اتغير تاني 25 يناير. لحد 84 كان الاحتفال كله واتنقل، بس هو الميزة اللي هو اتنقل لمديرية الأمن في الإسماعيلية. لكن كان 25 يناير قعد برضه سنة 85، رجع بقى من 85 بقى 16 أكتوبر. تمام. تقدم احد الاعضاء في المجلس المحلي هنا محمد سماحه وقال له لا، احنا لازم نعيد العيد القومي للاسماعيليه، فخلوه 16 اكتوبر. قعد بقى سيدي سحر يتغير من 16 ل 25. ففي جه محافظ جه اتغير بقى ايام الفخراني، اللي هو الفخراني غيره، وبعدين جه اللي هو احمد القصاص رجعه ثاني 16 اكتوبر 25 يناير، جه المحافظ دلوقتي بقى 16 اكتوبر. طيب. للاسف ده بيبقى يعني الاختلافات دي ما بتحصلش في اي محافظه او في اي عيد قومي. المفروض يبقى في عيد ثابت ما نغيروش، يبقى في ناس فاهمه في التاريخ وفي البحث التاريخي ويحددوا يوم معين يبقى هو العيد القومي للاسماعيليه. مفيش اي محافظه او اي مكان على مستوى العالم بيغير العيد القومي زي ما احنا غيرنا. صحيح. لازم عيد ثابت صحيح ومعروف، مش صحيح. كل سنه نغير حسب الاهواء الشخصيه يعني. صحيح. بس هو اليومين دول فعلا يعني دول محفورين في تاريخ الاسماعيليه. يعني اذا كان 16 اكتوبر او 25 يناير فاليومين ليهم قيمتهم وليهم تقديرهم جدا جدا عند شعب اسماعيليه. انا مع حضرتك، بس 25 يناير كان نتيجه ل 16 اكتوبر. بالظبط كده. ويمكن اكتر 25 يناير كانوا الشرطه هي اللي بتدافع عن مديريه الامن او عن هو 16 اكتوبر ده متعلق بالاسماعيليه. ليه؟ لان اللي قام بالمظاهره ابناء الاسماعيليه. تمام. لكن 25 يناير مرتبط اكتر بالشرطه. وزي ما قلت لحضرتك 25 كان نتيجه لما حدث في 16 اكتوبر وما بعدها. يبقى الحدث و16 اكتوبر كانت الشراره الاولى لثوره 23 يوليو. تمام. بعد الاحداث اللي حصلت، فده يبقى الحدث الاساسي. انا باخد الحدث العيد القومي ده يبقى حاجه مرتبطه بالمحافظه، مع احترامي ل 25 يناير. بس هو 16 اكتوبر اهم بالنسبه للشعب الاسماعيلي. ليه بقى؟ ما انت هتحكي لنا القصه بقى. احنا لازم كل سنه نسمع قصة تلاحم شعب الإسماعيلية وكل الشعب المصري يعني، وفي الكفاح وفي مواجهته للاحتلال بكل شجاعة. هو حضرتك الحكاية بدأت مع إلغاء اتفاقية 36 معاهدة 36 والغاء اتفاقية 1899 اللي كانت بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية. وكان من أهم البنود دي في 8 يناير لغاها مصطفى النحاس، وكان أيامها رئيس الحكومة الوفدية، وأعلن في مجلس النواب إلغاء المعاهدة 36 والغاء معاهده 1899. دي كان من بنودها اللي هو او شروطها في الاول كان جلاء كل القوات البريطانيه اللي هي تيجي في الاسماعيليه هنا وفي منطقه القناه، مع بقاء القوات البريطانيه جزء منها في السودان. فلما لغاها مصطفى النحاس فاصبح لا وجود القوات البريطانيه في الاسماعيليه ملوش لازمه وملوش فايده طالما احنا الغينا المعاهده.
كان الجانب البريطاني اعترض على الغاء المعاهده وقال الغاء المعاهده من طرف واحد، فقامت مظاهرات من بدايه 9 اكتوبر. كانت مظاهره، بس كانت مظاهره قليله يعني. جت المظاهره الكبرى بقى في 16 اكتوبر. زي ما الكل عارف، البدايه كانت مع الشراره الاولى مع مدرسه الاسماعيليه الثانويه اللي هي مدرسه السادات حاليا، وهم كانوا جزئين، كانوا جزء في مدرسه الاسماعيليه الثانويه والجزء الثاني في مدرسه فاطمه الزهراء. فخرجوا الطلبه لمبنى النافي، وانضم ليهم اثناء السير عدد من عمال السكه الحديد بقياده صبحي سليمان. طيب، واتجهوا. استاذن حضرتك يا استاذ احمد، معلش احنا هنواصل حديثنا ولقائنا لكن بعد رفع اذان الظهر. الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأعزاء، وبنكمل لقائنا مع الأستاذ أحمد فيصل المؤلف والكاتب الكبير. أستاذ أحمد، نحكي بقى حكاية 16 أكتوبر. تمام. هو بعد هي بدأت من الثانوية، مدرسة السادات الثانوية بنين،
وعمال السكه الحديد. لا هو هم طبعا مدرسه الاسماعيليه الثانويه كانت مقسومه جزئين. جزء في مدرسه السادات لان هي كانت 5 سنين، وجزء الثاني في مدرسه فاطمه الزهراء الحاليه. فاثناء خروج المظاهرات انضم لهم اثناء على فكره في صور معروضه هنا. هي طبعا بعيده شويه، بس هي دي بتهيألي ده فيديوهات دي 25 يناير. تمام. 25 يناير مش 16 اكتوبر. طيب. فاثناء خروجهم طبعا خرج نقابه العمال وعمال السكه الحديد انضموا لهم بعد كده، وعمال كاكولا بقياده صبحي سليمان، وتوجهوا الى مبنى النافي. ليه مبنى النافي بالذات؟ لا نعرف الساده المشاهدين برضو ايه هو مبنى النافي. مبنى النافي عباره عن جمعيه استهلاكيه، وكان نادي للقوات البريطانيه في الاسماعيليه. كان مجمع استهلاكي يعني. كان في اجهزه كهربائيه وفي اجهزه كله. في كل حاجه، وفي كل مأكولات ومشروبات مأكولات ومشروبات واجهزه وادوات منزليه كل يعني حاجه. مجمع استهلاكي ده تحديدا كان قدام احد الفنادق دلوقتي اللي هو في قدام السلم الازرق اللي هو موجود في السكه الحديد. كان في المثلث ده كان مبنى النافي. فخرجت طلبه الاسماعيليه عدد بقى كبير، كمال شاهين ومحمد السمري واكثر من حد خرج. دي كانت القاده بتاع الطلبه، وتوجهوا المبنى النافي، حبلوا يحرقوه. ففكر كان كمال شاهين وجمال السجاعي في اللي هم مع عمال السكه الحديد هم يجيبوا كور مبلله ويرموها جوه المبنى كان محاط بالبوص. فده اللي ساعد على الاشتعال، فرموا الكرات المبلله جوه مبنى النافي فاتحرق. حرق النافي كله كاملا. لان هو ايه اللي ساعدهم في الحرق؟ اولا المبنى كان ببوص، وتاني حاجه اللي ما كانش فيه حراسه مشدده على المبنى، لان هو كان مجمع استهلاكي ما كانش عدد من الانجليز كتير يعني. بدايه الشراره دي بقى بعد ما اتحرق النافي انتشرت القوات البريطانيه كلها في حوالين مبنى النافي، وابتدى يبقى فيه صدام قوي بين الشباب او الفدائيين في الاسماعيليه وبين القوات البريطانيه. الاخطر اللي حصل بعد حريق النافي بقى، لأن بعد حريق النافي ابتدت القوات البريطانية تحكم الإسماعيلية بالأسلاك الشائكة، وتفصل الحي الأفرنج عن حي العرب، وتضع الأسلاك الشائكة في حي الأفرنج اللي هم عايشين فيه عن حي العرب اللي هو جزء من عشية مصر وجزء من المحطة الجديدة لحد يعني إيه شارع سوريا كده. وابتدوا يعملوا الأسلاك الشائكة ويفصلوا الحيين على بعض. وابتدى القائد أرسكين اللي هو كان قائد القوات البريطانية في الإسماعيلية يعملوا عربيات تمر في الشوارع الاسماعيليه ويهددوا اي حد بعدم التواجد في الافرنج. واحتلوا عدد من المباني زي مبنى الجمرك ومبنى الحجر الصحي والحجر الزراعي. وابتدت القوات البريطانيه تتنقل في مدرسه سفاي زغلول اللي هي في شارع سينا عندنا. نقل كل العائلات البريطانيه لان كان في تهديدات للعائلات البريطانيه، وكان في احداث من الفدائيين كتير جدا في 17 و 18 اكتوبر. وبعد القوات اللي عندها اللي هي تسير في الشوارع فرادى، لان الاحداث تطورت بعد ما كانت عمليات فدائيه بقت خطف للجنود البريطانيين. فطلعوا في خطف في اسماعيليه للجنود البريطانيين كتير جدا. فهو ده فارسكين طلع قرار ممنوع اللي هو العسكري يمشي لوحده، لازم في مجموعه عساكر. وابتدت عمليه الفدائيه تتوالى، وبعد 16 اكتوبر بالذات ابتدت تاخذ شكل نظامي. فابتدى كل حي يعمل مجموعه للفدائيين. يعني كان في مجموعه المحطه الجديده، مجموعه عرشيه مصر، مجموعه البركه، ومثلا مجموعه ميدان عباس كان فيها غريب تومي، ومجموعه المحطه الجديده كان فيها خميس وعصفوره، دول كلهم فدائيين، ومحمود الكينج وغيره. المجموعات بقى في الضواحي كان في الضواحي وفي البركه وفي ابو سوير والقصاصين وفايد، دول كلهم كانوا مجموعات فدائيه ابتدت تتدرب على مين كان اللي بيدير الملحمه دي بقى؟ هو في نقطة احنا هقولها حاجة قبل ما نقول الملحمة. هو كان نجحوا في رفع العلم المصري على مبنى النافي. هل حدث ده في 16 اكتوبر او بعد 16 اكتوبر؟ انا اعتقد ان هو حصل بعد 16 اكتوبر. كان رفعوا فؤاد سليم وفاروق سليم ومحمد السمري وكمال محمد، دول طلبه وعمال السكه الحديد. بس هم بيتهيألي هم رفعوا العلم المصري بعد حريق النافي، لان كان وقتها ما ينفعش، يعني الوقت مش هيسمح لي او الجنود مش هيسمح لي، فهو اترفع بعد كده. الملحمه كان في عدد طبعا من الاحزاب السياسيه في ذلك الوقت هي اللي كانت بتنظم المقاومه ضد القوات البريطانيه، لان هو طالب كان صغير، كان 17 سنه 16 سنه، ما كانش عنده الوعي او الانتماء، لكن كان في وراه اكيد بعض التنظيمات هي اللي ساعدت الطلبه في الهجوم على النافي، وهي اللي ساعدت الطلبه بقت تمدهم بالسلاح بعد كده في عدد من العمليات الفدائيه اللي اتعملت بعد 16 اكتوبر امتدادا لحد 25 يناير. بس دايما يا استاذ احمد بدايات الثورات بتبقى من الشباب. انا معاكي. انا ما اختلفتش مع حضرتك. هو الوعي
انا بتكلم الوعي النضج كان ايامها او الانتماء. طبعا عايز بقى هو بيبدا، عايز مقاوم ليه طبعا او عايز طبعا مساعد ليه او عايز حد يقف خلفه. أكيد. فهو كان في، وبعدين هم كانوا اسماعيليه، يعني كان في عبد الحميد صادق ده كان محامي من الاسماعيليه، كان الدكتور دسوقي القرعلي ده كان خطيب زي ما بيقولوا. فبثوا فيهم الحماس والانتماء للاسماعيليه. لكن الشباب كان هو شباب زمان غير دلوقتي، يعني كان زمان عنده الانتماء وعنده يعرف يعني ايه وطن ويعني ايه تراب بلد ويعني ايه اللي انا ادافع عن بلدي. فكانوا هم يعني كان عندهم فكره الانتماء اقوى من بعض، عشان كان في احتلال، هم كانوا شايفين ان في ناس قاعدين في بلدهم واخدين خير بلدهم وهم يعني. وهو كان بيتمنع يعني طبعا كان في احياء في الاسماعيليه لكن يعني الحلقه فرنج كان ممنوع على المصريين دخوله. طيب يعني فعشان اذا كان انا بلدي وحد غريب جاي يمنعني ان انا ادخل في شارع من شوارع ما هو ده اللي عمل ايه بعد كده بقى، اللي هو شكله في كل حي جزء المقاومه الشعبيه بقياده حد. يبقى مثلا فيها 12 15، يعني مثلا غريب تومي وكتير جدا جدا طبعا الاسماء لو قلناها عشان ما ننساش حد. ففي كل حي كان في مجموعه بتتفوق بقى، كل مجموعه بتتفوق في ازاي يكبدوا البريطاني الخسائر من خطف جنود لاقتحام معسكرات. طبعا ده يعني شرحه يطول جدا لان عملوا عمليات فدائيه في الاسماعيليه كتير جدا جدا جدا. طبعا. وفكروا اللي هم يعني من ضمن العمليات البسيطه اللي كانوا بيعملوها وحاجات اللي بالايد زي ما بيقولوا، زي ما احنا بنشوف دلوقتي كده اللي بيحصل في فلسطين، اللي هم كانوا بيجيبوا سلك ويربطوه بين شجرتين او بين يعني في ابو ادم، فيجي العسكري الانجليزي بالليل سايق العربيه او الموتوسيكل فبيبقوا ظابطين السلك حده على رقبته مثلا، على رقبته، فيجي يقطع رقبته. ففكروا القوات البريطانيه هم يحطوا حديده قدام العربيه لو في سلك. ايوه كانوا مثلا يجوا في الملف بتاع محمد علي اللي هو رايح بقى على فين، على التلاتيني؟ لا يلف محمد علي اللي هو الدوران اللي هو فيه الشجره البنغاليه دوت. ايوه فالدوران ده فاللي هو ما بيجي سريع فبيهدى، فبينطوا الفدائيين واشهرهم طبعا غريب تون واحمد فهمي عبد القادر وغيره، كانوا بينطوا من الشجره في العربيه من ورا. فيبتدي يحتك مع العساكر اللي جوه. طبعا كان ليهم اشكال للكمائن كتير كتير لحد ما اخترعوا ازاز المولوتوف هنا في اسماعيليه وفصل القطوره، يعني كان ليهم قصص كتير يعني اخترعوا هنا المولوتوف ده، ازاز المولوتوف. وهم طبعا كان في قطوره كتير جدا حمله سلاح كانوا بيستولوا عليها بحيل كتيره يعني جننوا الانجليز. طبعا لا يعني الاسماعيلويه جننوا الانجليز. لا وغير الحرب النفسيه اللي هو كان يجي مثلا عاملين احتفال يجوا يضربوا النور، يقطع عنهم الاخبار، يقطعوا الجرايد. امتناع بقى الاخطر كمان بعد 16 اكتوبر امتناع الموردين في الاسماعيليه والتجار. يعني كان بدايتها اللي هو امتنع 40,000 موظف في المعسكرات البريطانيه في فايد وغيرها عن العمل مع الانجليز احتجاجا عن وجود القوات البريطانيه. اصحاب المخابز رفضوا اللي هم يمدوا القوات البريطانيه بالعيش. العربيات والقطوره منعوا الانجليز من الركوب او يتعامل معاه. حتى المحلات البسيطه في الاسماعيليه وقدروا على ده، قدروا لان كان في قبل كده بيانات طلعوها بعض الثوار في الاسماعيليه بمنع التعامل مع القوات البريطانيه بحكم اللي هو مستعمر، وعلقوا الحاجات دي على حوائط الاسماعيليه وكده. فابتدوا نجحوا فعلا، وبداوا بعد كده لما فصلوا العمال المصريين شغالهم في الشؤون الاجتماعيه، كان ايامها الوزير منصور حسن. طب وازاي الانجليز عاشوا في اسماعيليه الفتره دي لغايه 25 يناير؟ ما هو الاحداث قعدت تتوالى لحد ما حصل معركه بلوكات النظام في 17 و18 نوفمبر 51. دي المعركه كانت في المستوصف اللي هي مديريه الصحه، ودي استمرت يومين بين قوات بلوكات النظام اللي هو الامن المركزي دلوقتي يعني وبعض اهالي الاسماعيليه. اتفقوا بعدها، كان في اتفاق ارسكن غزالي اللي هو قائد القوات البريطانيه مع غزالي، ده كان محافظ القناه يعني. وابتدوا يرحلوا القوات البريطانيه كلها لمعسكر الجلاء. يعني هم ما استحملوش يقعدوا في اسماعيليه، يقعدوا طبعا خلاص بقى، فرحلوهم قعدوا في معسكر الجلاء. لان على فكره استاذ سحر بطولات الاسماعيليه هنا في 51 تدرس. يعني كان عندنا فدائيين هنا يعني يتعمل لهم افلام من كتر العمليات الفدائيه اللي جابوها. بس للاسف طبعا في بطولات كتيره يعني مش معروفه للجيل الحالي. يعني الاسماعيليه احنا عايزين نعرفها للجيل الحالي، يعني احنا عايزين ننشر البطولات دي والابطال دول وهو عملوا ايه وفكروا في ايه وازاي قدروا ان هم يقاوموا الانجليز ويطردوهم فعلا من حي الفرنج اللي كانوا هم مستولين عليه،
وراحوا زي ما حضرتك بتقول الجلاء. ده انا هقول يعني في حكايتين بس من ضمن البطولات الفدائيين اللي في الاسماعيليه، لان احنا لو استمرنا مع ال 100 يوم اللي هم من 16 اكتوبر هينتهي ب 25 يناير، بعدها 26 يناير حريق القاهره، بعدها قامت ثوره يوليو. لكن في حادثتين في اسماعيليه مشاهير جدا ومن ضمن الاحداث التاريخيه الهامه اللي حصلت في اسماعيليه، اللي هي حادثه عربيه البرتقال، ودي مشهوره بس للاسف كل واحد بيحكيها. لا انا ما اعرفهاش بقى بتصوره يعني. حادثه عربيه البرتقال دي كان في نقطه حصينه للقوات البريطانيه عند كوبري سلا. كوبري سلا اللي هو في شارع محمد علي. طبعا. فكان في يعني قوه بريطانيه كبيره جدا عند المنطقه دي، فكانت بتمنع الفدائيين اللي هم يعدوا في اي منطقه، ففكروا اللي هم ازاي يدمروا النقطه الحصينه دي. ففكروا اللي هم يجيبوا كان فدائيين، حافظ سلام وكان عبد المنعم عبد ربه، فكروا ان هم يجيبوا عربيه ويبيعوا فيها برتقال ويعملوا قنبله موقوته عن طريق احد اللحامين هنا في جنب السبع بنات في الاسماعيليه في احد الورش. وجم طلعوا من عند كوبري البهتيني ومشوا عادي في شارع محمد علي، فجم قدام النقطه الحصينه دي وقعدوا ينادوا على البرتقال. فبعض الجنود البريطانيين راحوا يشتروا برتقال او ياخدوا برتقال عنوه يعني. فواحد في الفدائيين قال له انت هتبيع دول مستعمرين، دول خونه، افتعلوا مشاجره بينهم وبين بعض وسابوا العربيه ومشوا. عايزين يتخانقوا مع بعض، فده مشوا سابوا العربيه. مجرد ما سابوا العربيه ومشوا العربيه انفجرت، وكان ايامها يمكن 40 واحد اتقتلوا من البريطانيين، واتقتلت اياميها احد الامريكان كان في مدرسه جنب النقطه الحصينه. والنقطه الحصينه اتشالت، ودي كان من اقوى الاحداث اللي حصلت بعد 40 واحد دي. ده لا، والنقطه الحصينه يعني اتدمرت. والفكره سعد لما انت تعمل يعني تحط المتفجرات دي من ضمن الاحداث التاريخيه الخطيره جدا اللي في تاريخ الاسماعيليه. طبعا. الحادثه الثانيه بتاعت نقل السلاح للمقابر بتاعت الاسماعيليه، ودي كان الفدائيين في المحطه الجديده جمعوا سلاح وكانوا عايزين يعملوا عمليه فدائيه، فارشد عنهم بعض الجواسيس فنقلوا الذخيره للمقابر. فجت القوات البريطانيه واقتحمت المقابر، وكان في الكينج صبري ده كان جاسوس يعني. وقبضوا على الفدائيين، وكانوا طلبه من جامعه القاهره وجامعه اسكندريه. الاسماعيليه كانت مسرح، مش الفدائيين الاسماعيليه بس، ايوه بيجوا من كل مكان في مصر. الجامعه كانوا هنا برضو طلبه جامعه اسكندريه وجامعه القاهره، كانوا الطلبه هنا برضو يعني مع القوات الاسماعيليه مع الفدائيين مع الفدائيين بيجوا مع بعض من كل مع بعض الاحزاب اللي كانت مشهوره اياميها. كان برضو كل دول كان يعني كتله مقاومه كبيره جدا مقاوم الانجليزي عشان ندي كل ذي حق حقه يعني. مش شباب اسماعيليه بس، لا كان في طبعا طلبه جامعه وكان في طلبه احزاب وكده. ايوه، وكان في افراد وكان في افراد بس هم بعد 16 اكتوبر ابتدوا يجمعوا الافراد من خلال المجموعات اللي انا قلت لحضرتك عليها، مجموعه رشيد مصر، مجموعه محطه الجديده، مجموعه وبعدين كانت يعني بتاثر تاثير جامد في القوات البريطانيه لحد ما ختمت طبعا بموقعة معركه الشرطه وبعد كده. طيب ودلوقتي هم قبضوا على الفدائيين؟ قبضوا على كذا فدائي، لدرجه ان في فدائي اتصلب على شجره هناك اللي هو كينج صبري ده موجود، وفي حد داس عليه دبابه. ده الكلام ده موجود في جرائد انجلترا. موتوهم يعني؟ مش والبعض الثاني هرب بالسلاح يعني. هو دول ظهروا على التانيين يهربوا بالسلاح. وبعد كده بقى عملوا كذا عمليه يعني في مطار الجلاء، ضربوا مثلا مطار الجلاء، ضربوا في مطار فايد، استولوا على طرق في التل الكبير. يعني كان في معارك كتير جدا يعني عايزه حلقات كتيره يعني. لكن اسماعيليه يا استاذ احمد كانت مطمع للاحتلال الانجليزي. هو الاسماعيليه اولا كانت بحكم الاسماعيليه هاديه وبلد جميله وبلد موقعها الاستراتيجي. الاسماعيليه موقعها مهم جدا يعني على قناه السويس، واقرب مدينه تعتبر للقاهره والبورسعيد والسويس. فهي كانت مطمع، وحكم برضه اللي فيها ادارات مهمه يعني فيها اداره هيئه قناه السويس طبعا. وكان فيها معسكر الجلاء في الجيش. فهم استغلوا حتى معاهده 36 نقلتهم في مكان يعني عارفين ان المكان ده مهم واستراتيجي يعني. فاتنقل هنا وابتدى بقى الصراع بيننا وبينهم يعني. عشان كده احنا بنعتز قوي بيوم 16 اكتوبر. يعني كانت ملحمه فعلا بالفعل. ده منطقي انه يبقى العيد القومي الاسماعيليه 16 اكتوبر. وبعدين في نقطه كمان يا استاذ سعد، يمكن انت ما بتلاقيهاش في محافظات كتير. احنا بنحب بلدنا قوي يعني.
طبعا. يعني الاسماعيلاويه بيحبوا بلدهم جدا وبيهتموا بتاريخهم جدا. أيوة. ومعظم الشباب هنا يعني او اللي في سن، يعني اللي في سننا الكبار شويه بيحبوا البلد وحافظين تاريخها. وده اللي احنا عايزين نزرعه في الشباب، يعني يبقى أيوة. عنده انتماء لبلده، وعنده انتماء بعد كده لبلده الكبيره، يعني من الاسره وبلده وبعدين مصر يعني. فاسماعيليه احداثها كبيره، وده يعني تاريخ المعاصر كله لازم نعلم في الولاد البطولات والاحداث اللي مرت على اسماعيليه. يعني الحمد لله احنا عايشين في سلام وامان، الحمد لله رب العالمين. بنحمد ربنا وبنقول لكل شعب الاسماعيليه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد القومي لمحافظه الاسماعيليه. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد فيصل المؤلف والكاتب الكبير، شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك طيب. مشاهدينا الأعزاء هنروح لفاصل وبنرجع لكم.